في اليمن تمكن مهندس من نحت مسكن واستراحات وممرات ومدرجات زراعية داخل أحد الجبال في محافظة تعز، كما أنشأ حديقة معلقة على سطحه. دعونا نتعرف بالمزيد من التفصيل على هذا المشروع. مجرد جبل مقفر يطل على هوة سحيقة في مدينة التربة بمحافظة تعز اليمنية. هكذا يبدو الأمر للوهلة الأولى، لكن الاقتراب من المكان يجعلك تكتشف أنه يشبه حديقة معلقة ترتفع عن سطح البحر بمسافة تصل إلى 1600 متر. هذا الجبل الشاهق تحول إلى مسكن ومزرعة ومتنزه مجاني يدعى السكون، فسجل شهادة جديدة على إبداع الإنسان اليمني في تطويع الطبيعة وإضفاء الجمال عليها. كله مثل هذا كان هذا الجبل نقح إلى شو حكا مثل هذا إنه لقرشق الجبال. فكرة المشروع انطلقت قبل سنوات عندما صمم مهندس من أبناء المنطقة يعيش خارج البلاد مخططا لنحت الجبل ونقل تربة زراعية إليه، فأنشأ مؤسسة للتنمية وراح ينفذ مشروعه من ماله الخاص ليثمر ما يصفها الزوار هنا بالتحفة المعمارية المدهشة. سمعنا انه يعني مكان متميز ورائع، فحبينا ان احنا تشوقنا ان احنا نشوفه، فلم يعني ما تصورتش انه يكون بالشكل هذا. يعني لا غرابة إذن أن يكون هذا مسجدا منحوتا بهذه الطريقة. مالك المكان هو المفكر والمصمم لذلك، فحب أنه يقوم بنحت الصخور وعمل الغرف بداخل الجبل من أجل يبقى للتاريخ. كيف لك أن تتعايش مع الصخور وتنحت من الجبال بيوتا؟ تلك قصة عرفها اليمنيون قديما، أما اليوم وفي ظل التطور العمراني فهي نادرة. وإذا كانت هناك من جهة تسجيل عجائب بلاد اليمن فربما يكون هذا الموقع في مقدمتها. حمد البكاري، الجزيرة، من قرية حصبرة بمدينة التربة، تعز.